السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخوان السلام عليكم. هذا الطرد جابوا الله هذا الصباح، وهذا ان شاء الله ما هو جدي الصندوق. واحد جوج دقائق اخوان السلام عليكم. هذا الصندوق ان شاء الله انا نطيحو هاد الكبريت ان شاء الله، نحاول نحولو هنايا. العملية تتم كما تتشوفوا. نشدو الصندوق تيتحط مباشرة تحت من الموضع اللي كاين فيه الطرد، على اساس باش مني نسوسوه يطيح في الصندوق ديريكت. الصندوق فيه جوج ديال اطارات شمع اساس وجوج اطارات شمع مبني. الشمع مبني هي الشمع اللي كان خدام عام الاول. دابا هنا مني تدخل، مني تطيح الملكه بالدار ديالها الا كانت ملقحه ديجا، بما نحل تينقي هذوك الاطارات ديال الشمع المبني مباشره بدات عمليه ديال البيض. انفو العمليه الملكه تبدا تبيض، يعني صافي تنطلق الخليه من جديد. وفي هاد الحاله تكون خليه جديده، ملكه جديده، او ربما تقدر تكون ملكه اللي ديال العام اللي داز هي اللي خرجت وخلات الخليه الام الملكه جداد. ما تقدرش تضمن واش الام اللي خرجت ولا الملكه البنت اللي خرجت. انا كما تشوفوا يلاه خاص عمليه باش سست النحل باش يطيح وسط الصندوق كما تردوا البال. هنا غالبا النحل في عمليه ديال التطريد اما تيكون الهاجس الوحيد عنده هو يتبع الملكه، يعني انا واخا تسوسو اما ما تيكونش العمليه ديال اللي يتبعك يقرصك ولا شي حاجه بحال العمليه بحال الا كانت عمليه ديال تتقلب خليه عادي. بحال التطريد تيكون عنده فوكس واحد هو تابع الملكه ديالو. كما تشوفوا دابا هنا ها هو دابا تيعاود يستقر. كاينه ان بارتي اللي غطاحت في الصندوق هبطت للشمع نيشان، وكاينه ان بارتي اللي مازال ما وصلتش المعلومه فين كاين الاتجاه ديال الملكه تترجع لبلاصه فين كانت النوبه الاولى. غالبا رديتو البال دابا بدات تتكون ثاني داك تيتكور النحل في البلاصه فين كانت. غالبا تما تيتبع الرائحه ديال الملكه فين كانت النوبه الاولى، او كما تيسميوه فورمون. هي الرائحه ديال الملكه هي اللي تغتير النحل باش يتجمع عليها. كما تشاهدوا دابا العمليه الثانيه اللي تنعاود نسوس هذاك الطرف ديال الخليه اللي عاود تجمع في المكان الملكه في المره الاولى. هاد العمليه تدار جوج ولا ثلاثه المرات لحقاش الحل مره تيعاود يرجع لبلاصه، ماشي كله، ولكن اون بارتي اللي ما واصلاش المعلومه ديال اتجاه الملكه تعاود ترجع لبلاصتها. كما تشوفوا ثاني تتعاود كره صغيره وغادو تتصغر. المهم فيما تيتجمع شويه تنعاود نسوسو باش يطيح في الصندوق، واللي تيكون باقي مازال طير تيعاود يرجع لبلاصتو. بالمناسبه نشكر الاخوان اللي ما تيبخلوش علينا بالمعلومه، السي الصديق، السي حسن، السي عبد المجيد، الاخوان اللي في مجموعه ديال مجموعه تربيه النحل بالمغرب، اعضاء مجموعه تبارك الله ما تيبخلوش علينا بالمعلومه اللي احتاجينها. حنا يلاه مبتدئين، ولكن ملي تحتاج المعلومه الناس مساكن تيقيدونا. كاين مسكين اللي تيعيط لك في الخاص كاع تيقول لك هات اش خصك دير، وكاين اللي تيجاوبك في الجروب، وكاين اللي ما مساليش معذور. كما تشوفوا دابا النحل بدا تيستقر في الصندوق.
يعني انتشر بين الاطارات اللي كاينين. بقات غير اون بارتي اللي كانت تحت في الارض، الا رديتو في الجناب ديال الصندوق على جوانب الصندوق. النحل عنده اتجاه واحد، هو الفوق ديال الصندوق فين كاين، اخوان كما فين تشاهدوا تيشوف دابا اتجاه دابا النحل هو اتجاه. طاح في الصندوق، باقي واحد شويه في العرش الفوق. دابا تنتسنى هاد النحل اللي طاح في الارض هو غادي طالع. درت ليه هاد الخشبه هادي علاش يطلع، الا رديتو البال غادي طالع. وعادة تتلقى إشارات من بعد من نحل آخر على مكان تواجد الملكة. دابا النحل الأول تقريبا اللي طاح في الصندوق كله راه تيبان لي استقر وسط إطارات. كاين جوج إطارات ديال الشمع وجوج إطارات اللي فيهم شمع أساس. اللهم يسير، نتسنى واحد شوية بما طلع تقريبا هذاك النحل اللي باقي طايح لتحت. ديال الملكة الا رديتو البال راه النحل غادي طالع اتجاه واحد، كله خط واحد. هنا يعني واصله المعلومه على اتجاه الملكه اللي تيمشي لعندها، تيطلع عاود يطلع اللي كان طاح في الارض، تيعاود يطلع مع الصندوق في اتجاه الملكه. ربما النحل مرة تيرجع للبلاصة فين كان تجمع النوبة الأولى، تيبقى داك الفورمون ديال الملكة اللي هو رائحة الملكة، تيعاود يرجع يستقر في نفس المكان فين كانت. نصبروا عليه شوية عليه حجمة. هذا هو الطرد اللي خرج نهار الحد، نهار عاود المسترجم خرج نهار العيد. وما كنتش انا، كان واحد الدري خويا ما عرفش يتصرف معاه. المهم كان في واحد الزيتونه من هنا وتحول من ديك الزيتونه جا لهاد الرمانه هنا. اليوم انا صراحه ما لقيتوش في الزيتونه، ما لقيتش منه، بقيت نقلب. واحد الدريه بنتي هي اللي شافت النحل هنايا، عيطت عليا باقي في الرزق. هذه بالنسبه لي انا اول مره غادي نشد طرد بهذه العمليه هذه. في العام اللي فات كنت غير حاط اطارات صنادق خاوين. غير الفرق بين هذا العام وبين العام الاول هو العام الاول كدير داك الابيجار 3 طرود مشاو عمرو الصنادق الرسم. هذا في هذا البيريود ديال العيد فينا عطله. حضرت ليه كما تشوفوا دابا النحل راه كله غادي طالع في الخشبه. نشد شويه على الخشبه فوالا. وغالبا النحل ما تديبلاصاش الا في الاتجاه اللي فيه الملكه. باقي واحد شويه في هذاك العرش، غنصبروا عليه شويه، نعاود نسوسو حتى هو، وان شاء الله صافي غنسد عليه. اللهم يسر. المهم دابا غلقنا عليه، ماشي اغلاق تام ولكن باش نخلي شويه منين ندخل داك النحل اللي باقي، بما تعرف على المكان ديال الباب ديال الخاليه. غنقي ليه شويه الربيع من قدام.
السلام عليكم يا اخوان، هذا هي تتمة الفيديو. هنا كما تنشوفوا دابا هذا هو الطرد اللي شدينا قبيله. الا رديتو البال دابا النحل هو تيرعى عادي، تيدور هنا على المدخل ديال الخليه. دابا تيلوكاليزي دابا الموضع الجديد ديالو. خليه دابا هنا هاد الطرد 4 الاطارات 5 الاطارات، تبارك الله عامرين بالنحل. كان طرد كبير. دابا تنتسنى غير يبرد الحال شويه، ان شاء الله غادي نحاول نغديه بما برد الحال شويه. كاين حال سخون بزاف، تقريبا كاين واحد 32 عندنا دابا ولا 33. بما استقر شويه ونغديو عاد باش نصوب الغلاقه. كما رديتو البال الغلاقه راه غير حاطها فوق الخمشه، مازال ما حاكمش الاغلاق ديال الخليه. دابا النحل هو تيبان لي اغلبيه ديال النحل هو دابا تيرعى عادي، هو تيدخل. دابا خصو ضروري نعاونوه شويه المحلول السكري. دابا غالبا غيبدا يبني. كاينين 2 اطارات ديال الشمع و3 ديال الاساس. كاينين 3 ديال الاساس. هذا ما تيمنعش بينا نعاونو شويه باش الا بغى يبني الاساس يكون يلقى باش يعاون راسو. وهذا هي تتمة الفيديو، وشكرا للجميع على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.